لو عندك حشرة باقي الفراش ونقلت نومك لغرفة نوم تانية ممكن تكون انت اللي نقلت الإصابة بإيدك، لأن باقي الفراش مش مرتبط بالمرتبة نفسها، هو مرتبط بمصدر الأكل اللي بيتغذى عليه، وده معناه إنك لو بطلت تنام في المكان اللي هو بيتغذى فيه بعض الحشرات ممكن تبدأ تتحرك وتدور على مصدر تاني للأكل، وباقي الفراش أصلا قادر إنه يتحرك لمسافات أكبر داخل بيتك، لكن في العادة بيفضل قريب من مكان النوم طالما مصدر الأكل موجود، ودي من الأخطاء اللي بنشوفها كتير قوي. الشخص يكتشف إن الإصابة بتاعته موجودة في أوضة النوم فيقول أنا هنام في الصالة لحد ما المشكلة دي تتحل، وبعد كام يوم يلاقي ان في علامات لحشره باقي الفراش موجوده في الكنبه فيفتكر ان البيت كله للاسف بقى مصاب من الاول، لكن كل اللي حصل ان الحشره نفسها نقلت مكان التغذيه بتاعتها من اوضه النوم لحد الكنبه. الاسوأ بقى ان الشخص ده وهو طالع ينام ممكن ينقل معاه مخده او ملايه او حتى مرتبه او ممكن ينقل معاه بطانيه. انت هنا مش بس الحشره ممكن تتنقل بنفسها، انت كمان ممكن تكون انت اللي خدتها معاك طلعتها بره حتى من غير ما تشوفها، لان باقي الفراش ممتاز جدا في الاختباء. وساعات اثناء المعاينه لما بنلاقي نشاط في اكتر من اوضه، من اول الاسئله اللي لازم تتسال الناس كانت بتنام فين قبل ما المشكله ما تظهر، وبعد ما اكتشفوا المشكله بداوا يناموا فين، وهل في مفروشات او عفش اتنقل من مكانه ولا لا، لان المعلومه دي ممكن تفسر سبب انتشار الاصابه اكتر من شكل القرصات نفسها. وده مش معناه انك تفضل نايم في وسط اصابه من غير لما تعالجها، لكن معناه ان تغيير الاماكن وانت عندك اصابه بحشره باقي الفراش مش هيساعدك انك تنام مرتاح، هيساعد الحشره انها تنتشر معاك اكتر في البيت، وبدل ما كنت محاصر الحشره في اوضه النوم بس دلوقتي للاسف هي انتشرت. ده غير كمان اثناء العلاج بيصعب تحديد حدود الاصابه، يعني الاصابه عندي موجوده فين بالظبط، كل ما الاصابه تكون محدوده في منطقه معينه او في مكان معين كل ما يسهل علينا عمليه المكافحه. الافضل ان حركه الاشخاص جوه البيت ونومهم تتعمل ضمن خطه المكافحه عشان يتفحص المكان الجديد قبل ما الشخص ده يتنقل له، كمان الاغراض اللي هتاخدها معاك في الاوضه تتفحص كمان معانا، لان باقي الفراش ممكن يعيش شهور من غير وجبه دم كامله، فانك انت تمشي وتسيب الاوضه ده مش معناه ان الحشره اللي موجوده هنا هتموت لوحدها. لو عندك باقي الفراش في اوضه النوم اول حاجه اوعى تعملها هو انك تشيل المخده او البطاطين وتهرب من السرير وتجري على اوضه تانية، لانك ممكن تهرب من القرصه النهارده بس هتلاقي الحشره رجعت لك تاني بكره او بعد. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن مبيدات الحشرات تواصل معانا.